يوم يمشي ورا العيال. عايزة اتجوز، عايزة اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة، ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك. مش عايزينك كده تتوتر، كتر خيرك جاي بتسطر، احنا معاك والله بنهزر وهنرضيك. عايزة اتجوز، عايزة اتجوز، عايزة اتجوز، عايزة اتجوز. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عايزه اتجوز. موقف النهارده صعب قوي. تخيل ان انت رايح تخطب ومعاك خالتك واختك الصغيره، وحصلت مواقف كتير جدا جوه. تعالوا نشوف. مين؟ عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. لا اختي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. اتفضلوا حضرتك. اتفضلوا. شكرا. هتجوز. شرفت. عايزك بس تدخل الحمام. معلش بس اطلع اللي فوق لأنه في تصليحات في اللي تحت يعني. شرفت يا فندم. أمال حضرتك والدته فين؟ مامتي بس تعبانه شويه في البيت. نعم؟ تعبانه اصل هي عامله عمليه الغضروف في ظهرها في البيت. طب استاذنك بس قربي شويه لان انا سامعي بس. ركب سماعه وكده. انا بس تعبانه عامله عمليه في ظهرها. عامله عمليه في ظهرها؟ لا الف سلامه عليها. الله يسلمك. الف سلامه عليها. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شرفتونا. الله يخليك. طب تشربوا ايه بقى عشان الجو حر؟ اي حاجه مش مشكله. طيب يا فندم. هو بسمه بنتي بس تقريبا بتكمل لبسها وكده يعني. تنور. وانتوا شرفتوا. كلميني بقى حضرتك يعني عنه. هو يعني بيشتغل ايه؟ ظروفه ايه؟ امكانياته الماديه ايه يعني؟ وحضرتك ما اتكلمتش معاه؟ لا انا بصراحه بسمه قالت لي في عجاله كده. هي بنت نظير اسمها بسمه؟ ايه؟ بنت حضرتك اسمها ايه؟ هي بسمه وانا بدلعها مها. بس يعني اصلي ايه الاكيد بتاع الشهاده ايه؟ بسمه؟ لا الشهاده بسمه. بسمه. انا اقول لها مها. هي من صغرها بتحب مها قوي. فانا بدلعها يا مها. قبل ما تفرح بيها يا رب. الله يخليك. ودايما اقول لها ماهي. دلع مها. يعني دلع اسم مش اسمها. دلع اسم مش اسمها. دلع الدلع. مامتها الله يرحمها كان اسمها منى، وانا كنت دايما اقول لها لا ثانيه وساكي. برضو؟ اهلا بيك. ثانيه اخدهم منهم. معلش. طب خلي بالك وانت نازل. طيب ازيك؟ انتوا عملتوا شربات على طول؟ احنا مش لسه بنتكلم على طول كده. ميرسي. ثانك يو. انا مش فاهم. ثانك يو. انتوا بتورطونا ولا ايه؟ مش فاهم. على طول كده يا عم. شرباتك على طول. هو احنا لسه وافقنا اساسا. عايزك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ مش هنوافق قوي. ده اختي. لا اقعدي يا بس. عامله ايه؟ كويسه؟ لا لا بسمه بقى مش حاجه معاها. اخت العريس ووالده العريس. خالته. ايه ده؟ امال فين طنط؟ لا ما اختي تعبانه شويه فقاعده معايا. الف سلامه عليها. جبت لي ايه وانت داخل معاك؟ لما انا قلت لك انا مستربع جدا عشان عندي فرح وانت عارفه وما قدرتش اجيب حاجه. ايه؟ ما قدرتش اجيب الحاجه. انا عارف انت بتحبي ايه بس اجيبه لك ميل من اولها كده؟ يعني طب شكلي ايه قدام اهلي؟ يعني اي حاجه. عارفه الدروبات النهارده اللي حصلت وبتاع. انت عارف ريم بنت خالي لسه مخطوبه اول امبارح، دخل وجاب لها خاتم سوليتير وبتاع. طب حضرتك انت قاعده ساكته هتتكلمي معايا في تفاصيل ولا ايه؟ التفاصيل تاخدها حضرتك منه هو. ازاي؟ من الاب والام بتوعه. ولكن انا جايه الاب والام بتوعه الاسره واشوفها ويبقى في يعني انا ادي لهم فكره وهو يديلك فكره على اللي هو انت عايزه منه. هي بتيجي كده يعني. ولما شفتينا بقى ايه رايك؟ ما شاء الله عليك والله لذيذه. امور. ميرسي. شكرا. شكلك بسكوته. مش بسكوته قوي على فكره. انت ما وريتهمش صوري على الفيسبوك؟ لا.
يعني بدل التعارف وبتاع كنتوا الفيسبوك بقى دلوقتي بيعمل كل حاجه. بس دلوقتي الايقاع بتاع العصر بقى سريع جدا يعني. الناس ممكن تتجوز على الفيسبوك دلوقتي. اتجوز على الفيسبوك ما شاء الله. ناس سريعه. ايوه بيفرجوا بعض على الشبكه على الفيسبوك اصل لو قعدة التعارف يعني كان مفيش الفيسبوك بقى أول. التطويل بتاع زمان ده خلص خلاص. قولي لي رايك انت حضرتك. لا هي صغيره على الحاجات لا دي. تتكلم تقول الكبار رأيها. بس هم اللي يتكلموا. قولي رايك. لا هي صغيره. طبعا انا مش فاهم انا عندي هيبقى يعني صغيرين. مش عارف احنا يعني الكبار بس. أنا هي والدتها مش موجوده؟ لا والدتها حضرتك متوفيه. الله يرحمها. بقى سنتين. طب يعني انا عايز اتكلم معاكم في التفاصيل مش تعالى يا عارف بابي أتكلم. تعالى. طلباتك تعالى يا بابي إيه؟ عايزاك ثواني. طلباتك ايه يا بابا؟ انا جاي. يا فندم تعالى. طلبات ايه بس نعرف الطلبات ما حدش لما نرجع. مديني عقد نافع يعني. ماشي يا فندم. طب انا بس استاذنكم عليا. دقيقه واحده بس. اصبر عليا. تعالى يا بابي. بس هي المفروض يعني انت جاي تعمل هي حسابك قالت لي عن التعارف مع باباها، انا مش عرفني معرفة. عادي مش مشكله. ده حقها على فكره، حقها. هي عايزه تعرف ان انت عندك امكانيات يعني ما كانش هي عارفه كل حاجه. متفق على حاجات تانية في التليفون انا وهي. اختار ايه؟ ما انا عادي متفق بس استنى. في ناس كتير قوي لا طبعا انا ما قلتش شقه. في ناس بتساعد الشغل والشباب عادي. اهو بقى ان شاء بس أنا الله أول مرة ربنا أشوفهم. يكرمه يقول له كده عادي. اقسم بالله انا بتكلم. بس لا اصل هي غريبه بصراحه. خليه استبداد. هي غريبه لان هي متفق معاها على حاجات تانية. بياخدك بالك. انا متفق معاها على حاجات تانية في التليفون. يا بنتي هي ما قالتليش اي اصلا اي حاجه من الحاجات دي والله جاي تقدم. هو اهل بعد التقدم. لا هي قالت لي قعدة تعارف نتعرف على بعض ونقعد مع بعض ومفيش حاجه. بابا كلمني في التليفون قال لي هاتهم معاك وبتاع. قلت هو له شغال ايه؟ بيزنس مان، رجل اعمال. ايه انا عندي فيلا 6 دور ده راح واحده افتح لك. بص اقسم بالله انا قاعده اعمل معاك اشربها اسكت بس عشان انا بصي متعصب جدا دلوقتي ومش قادر. بس يا محمد قاعد بقى. بس عشان انا بصي خلاص بقى عادي. على اخر ممكن اضربه دلوقتي. بصي لا اسكت انت بقى ويعني ايه سيبينا نتكلم بقى بالاخر. اهلا وسهلا. لا يعمل حاجه بتبصي لي كده ليه؟ بصي كويس بس. دلوقتي يا فندم طلباتك ايه؟ احنا اتشاورنا مع بعض فوق. ماشي. انا هدي بنتي شقه فوق وهكتبها باسمها. المؤخر طب ما يقلش الحركه دي عن بتوترني على فكره. انا بتوتر. المؤخر ما يقلش عن 1,000,000 جنيه. الشبكه تبقى في حوالي في حدود 150,000 جنيه. هو انت ساكته ليه يا حاج؟ اتكلمي. بس كلام باباكي غريب شويه. يعني ايه مليون جنيه يعني؟ ده مؤخر حضرتك. ده أقل هو عليا شريعه. يعني. طب انا ده هو شريعه. المليون جنيه دول هيدفعهم ازاي عند المخزون؟ أنا قيمتي أكبر مؤخر من كده للحكومه كام يطلع كام؟ 10% من المليون دول لا كام؟ لا ادفع له انا. ادفع له انا اجره المأذون. يعني حضرتك تدفع له اجره المأذون تديله شقه. ايوه ولو عشان حضرتك لسه كمان على عايزه قد. شقه لا، لو شكراً. حضرتك كمان عايزه لا، شقه أنا تعالي عندي اتفضلي الحمد عادي. لله. لا هو لسه على قده ولما ربنا يكرمه يبقى يرد الحاجات دي عادي يعني. بس ما دام هو لسه اصل انا مش عايز صغير، اغلط كمان نساعده. غلطه حضرتك طليقها الاولاني لانه انا انت منفصله؟ كان معاكي ما ولاد كنتش ولا عارف. لا ما معيش ولاد. يعني اقصد بس انا قلت ما اعرفش ايه؟ منفصله. انا مش فاهمه انت مسحوب من لسانك ليه يعني. عادي يا بنتي، الناس كلها كده. بس انا ما اعرفش الموضوع ده. ما تزعليش يا حبيبي. لما اتكلمنا مع بعض ما اعرفش عيب الموضوع ده. انت عادي بتكلمي يعني. باباكي قدام الناس في- عيب كده. في فرق بينك وبين عيب الأسلوب. هو ده. انت ليه محسساني يعني ان بتحسسيني ان انا ايه يعني؟ لا ده انت عادي في منتهى يعني. الجمال على فكره. في بنات كتير جدا نفس ظروفك. اه. عادي وايه يعني؟ ده نصيب. طبعا. خلاص. هو انت بتبصي لي كده ليه؟ ماشي انت دي تاني مره تبصي لي بصه شكلها غريبه. ممكن في بتضحكي. احسنت البنات والحاجات دي ما بحبهاش. من حقها عادي. يعني ايه من حقها؟ ايه؟ لا ما تبصليش كده. مش من اولها هنعمل الحركات دي. خلاص عيب. انت ضيفه عنده. عيب. خلاص يا قمر. ماشي يا ولا فندم. تزعلي يا بوسي. خلاص. ماشي يا حبيبتي. خلاص. اما نشوف اخرتها ايه.
خير. راي حضرتك ايه؟ راي حضرتك انا الجوازه ملهاش لازمه. يا سلام، يعني شقه هيديله انت حضرتك نقرا ولو الفاتحة؟ اي نقرا الفاتحة متطلبات دلوقتي؟ وبعدين هو في كمان زي بابا ومامته مش موجودين. نقرا الفاتحه وبعدين لا، لا، بكلموا مفيش حضرتك فاتحة. بابا لا، وماما. معلش، لا، ما أقدرش. نقرا الفاتحه مع بعضينا كده لا كلنا مفيش عشان فاتحة ربنا لما يكرمنا بابا بس. ومامته يبقوا موجودين. ها؟ وانت حتى تفرحي انا اي حاجه بنتي ولا بتعجبها غلط. بمشيها لها لا على نقرا فكره. الفاتحه دلوقتي وبعدين أنا أي حاجة بنتي ثواني على يا بابا إيه؟ ثانيه واحده. ايه اتفضلي. نقرا الفاتحه، ايه المشكله ماشي ان احنا خلاص نقرا اوكي الفاتحه؟ نقرا. نقراها على ايه؟ نقراها على الاتفاق. نقراها على ايه؟ حبيبتي اصبري يا ماما، عادي خالتك اصبري. بالدنيا. في لا، في معلش. كيدز اريا برضه تلعبي فيها. ابويا ما فيش حاجه تحصل في الدنيا من غير ما إيه؟ يبقى موجود. ازاي يعني؟ موجود. ايه؟ يبقى راجل البيت. بابا هو احنا صغيرين؟ لا طبعا. طيب نقرا الفاتحه دلوقتي. مش حضرتك راجل يا حبيبتي الصغيرين ما بيتكلموش أنا يا بتكلم ماما. عنه. يا حبيبتي الصغيرين يسكتوا. بصي يا فندم، اتفضلي يا هي فندم. كلمه واحده اللي اقولها. اتفضلي يا حضرتك. انا ما اقدرش اقول لك اي كلمه دون ابوه وامه. يعني ايه يعني؟ مش ليه ابو حضرتك وام. لازمتك ايه طيب؟ مش فاهم نسبتي انا جايه معاه بدل ما يجي لوحده. انا شايف ان ده هري لا كتير كان ملوش يجي لازمة. لوحده ارحم. طب من ام بقى. قوم يا كلمنا نقرا الفاتحه بعد اذنك ونخلص من الحوار ده وبعدين ابقوا هاتوا بقى الوالد والوالده براحتكم في اي وقت. انا شايف ان الجو متوتر جدا يا جدعان، مش عارف في ايه يعني. يعني انجزنا انت في الحوار ده عشان لا هنعمل مقابله عشان ثانيه الامور ما تتصعبش يعني. لا هنعمل بس مقابله المقابله ثانيه الثانيه ان شاء الله يجيب لك الهديه. لا مقابله تانية حضرتك انا مش فاضي تاني. خلاص براحتك. انتوا حضرتك هو وقتي مباح؟ لا خلاص براحتك. انا حضرتك في السوق في كتيبات عني بتتكتب بالانجلش. هو انا عشان قاعد متباسط معاك ولا ايه؟ مش فاهم يعني. ليه حضرتك متبسط؟ امال ايه يعني؟ باب الفيلا مفتوح نمشي. يا فندم انا عايز اقرا الفاتحه دلوقتي. اقرا الفاتحه مع حد تاني مش معايا. ازاي مش هنخرج من هنا حضرتك لما نخلص الحوار لا بس دوت؟ يعني انا عارف فتح ازاي هو من غير الموقف بابا. يلا يا ضحك فندم. يعني؟ ما انت لا احنا ما اتفقناش على كده اصلا في التليفون. احنا ما اتفقناش اتفقنا على على كده. طبعا لا، بس لحظه واحده هو عارف هقطع كويس احنا حضرتك ورقه اتفقنا على وقلم ايه. واكتب النقط اللي احنا اتفقنا ايوه اللي عليها انت دي. عايزه يعني. ماشي بعد اذن حضرتك. ماشي. انت عارف احنا اتفقنا على وهنمضي عليها كلنا على فكره. انا مش بمضي على حاجه بتبصمي؟ ولا ببصر. اتفقنا مش عليه. عارفه انت عجباني ليه. فيك حاجه ايه بقى؟ معرفش. انت انا عايز افهم هو احنا اتفقنا عليه في التليفون. هو في حد حاجة يشوفني وما جميلة. على ربنا فكره انت يخليك. ما شاء الله فعلا جمالك فظيع، بس انت هقول لك حاجه، انت جميله جدا ما انا عارفه يعني مش مستنيه رايك. وعارفه ان انت اوكي. انا شفتك فين معرفش. انا عايز اسالك سؤال. طب انا عايز اسالك سؤال. احنا ثانيه واحده بس خلينا ازاي استني احنا أنا. اتفقنا عليه في التليفون. ايه؟ اتفقنا عليه في التليفون. انت عارف كويس احنا اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على كل ده. لا اتفقنا. لا وانت قلنا عارفه هنقعد مين جاي. نتكلم واصلا ما قلتليش ان انت جايب اختك الصغيره وخالتك. ما احنا اتفقنا في التليفون. انت قلت لي لا، انت قلت لي هشوف ايه الوضع والظروف واهلي. انا ماليش تقطن عليا الصغيره ما انت عارف. وبعدين انا يعني هقول ايه؟ مش لاقي كلام اقوله والله. بس اقعدي 5 دقايق. انت مفتاح عربيه دهب دهب أول حاجة. حسب العربيه في حاجه تعبانه يا دهب. بطني وجعاني. تعبانه حسب مالك؟ العربية. بطني مالك يا وجعاني. حبيبتي اجيب لك ينسون؟ لا لا اشربي شربات. اشرب. طب اشربي الشربات عشان نقرا الفاتحه. لا اصل الشربات بيوجعني بطني اكتر. طب اجيب لك جيلي كولا؟ ما اتفقش على حاجه. على قد خالص. بحبها جدا. مش قلت لك اللي حصل امبارح. بجد؟ قلت له عشان اي حاجه. طب خلاص. انا قلت لك كده. في حاجه يا طنط بتقولي حاجه؟ لا بقول له اتعرف. عايزه بس اسمع برضو بتقولي ايه عشان بقول له اتعرف. ابقى اصل فاهمه. انا فهمتها امبارح اتفقنا عليه في التليفون. حضرتك الاسم لا، الاقرار ميرسي وانا جداً. حامله النقط حضرتك. شكرا. حامله النقط حضرتك. حضرتك ما تغصبنيش ان انا امضي. لا يا فندم تمضي على ايه؟ بحسبك على حاجه. امضي على ايه؟ انا امضي لك. هتمضي على ايه؟ هتمضي على انا امضي لك. استنى يا محمد. محمد ثانية بس. حضرتك عشان نمضي. انا بغصبك. ناس ضيوف جولك يا فندم يتعرفوا عليك ماشي وعلى بنتك اوكي وناخد منك البقين دول. تمام. وانا اقول لك قبل الكتاب بتاعه. بقين ايه حضرتك؟ ايه اللي هم الطريقه لسه قلتهم. ايه الطريقه اللي بتكلميني بيها دي؟ طب أنا بقول بص لك. حضرتك. بقين ايه يا فندم؟ بما ان حضرتك عندك شغل ومش فاضي سيب الورقه معاها يا وأنا فندم امضي همضي حضرتك عليها. على الاقرار دوت وانا هامله البيانات أمضي بعد كده بصفة سيئة. وخلاص بقى تجيبوا الوالد والوالده في اي وقت. انا هاملة هجيب المواضيع الوالد دي. والوالده ونتفق على كل هو انت حاجه. منين يا طنط؟ انت منين؟ نعم يا حبيبتي. انا من هنا. من هنا من فين من يعني؟ المنوفيه. هو انت مقدره الكارثه اللي احنا فيها ولا مش مقدره ولا ايه؟ ولا انت عارفة ان كارثة احنا- ولا نسيت البنات. يعني عاملة كارثة ليه؟ المفروض جايين عشان تخطبوني والموضوع انا حضرتك اتحول الدنيا كلها بقى عرفت حاجه بره تانية. الكلام ده. اقول لهم ايه يعني؟ عرفت ايه؟ عرفت ان حضرتك جايه النهارده والاستاذ وبتاع ايوه وفي اصحابي خطبة كله بنتي اللي حوالينا وكل الناس قالوا قلت لي ألف للناس مبروك كلها ان انا وكل الناس خطوبتي قالوا ما انا بقول النهاردة. لحضرتك سيب الورقه معاها. الخطوبه بتتعمل
اول ما العريس يدخل هو مفهمني كده. ايوه، ما هو مفهمني كده. قرايه فين الفاتحه. الفرح وفين الهيصه لا، قرايه وفين فاتحه. الفستان وفين- لا. يا فندم لا هو فهمني قرايه كده. فاتحه عادي، ايه المشكله؟ قرايه فاتحه. امدي لي حضرتك بس، خلينا نخلص من الحوار هي ده. مش هتمضي على يلا حاجه، يا انا همضي لك عليها بعد ما اخد راي والدي لا طب ووالدتي. خلاص يبقى تمضي انت. لا بعد ما اخد لا، راي امدي لي والدي. حضرتك انك ضامنه ما وبعدين بمضيش. ايه؟ انا عيال ما بيدخلوش في الحوارات دي. يعني ايه عيال؟ يا سلام عيالي دلوقتي. وعيالي انا انت. دخلت في حاجه دلوقتي عيلة؟ العيال ما لا يدخلوش. وانت عيله ولا ايه؟ يا وانت سلام. قلت لي هجيب لك الجينيكولا، قلت لك انا بحبها جدا. ايه عيال دي؟ انت هي حضرتك عيلة. عيلة ولا ايه؟ لا طبعا عيلة مش عيلة. في المواضيع. مش انت ما قلت انت لي كده؟ ليه ما انت دلوقتي عماله تتكلمي انا اتكلمت وتقولي قلت لك اتكلمتي. دودو اول حاجه استني بس، دخلت. اول حاجه انت مش عيله. عيب. هي قالت لا لا محدش يعني يقول انت لك لا، ما سايباها حدش. تتكلم- سايباها تتكلم كل ده وبعد كده بتقولي لها عيب. ما هو انت ما تقوليش عيله. بص يا بقول لك ايه، انتوا غراب انا حاسه بصراحة. ان فيكي حاجه غريبه. ايه فيا مش ايه عارفه غريب؟ مش عارفه ايه مش على بعض؟ استني بس اصبري عشان أنا نشوف محلوة. بس انا دلوقتي عشان لازم اجيب لك حقك. اصبري انا انت فعلاً انا حلوه. اصبري. معلش هي اول حاجه شدت اعصابها ولا حاجه، بس عادي معلش. انا اختي الصغيره مش عيله. ازعل من ثانيا ايه انا بس؟ متربيه. استاذي خلاص بقى امدي انا حضرتك. ما أنا قصدك قلت ايه؟ لك. لا 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 يا طنط كده غلط لا وعيب. يا حبيبتي لا يا حبيبتي. لا يا لا طنط يا انا ساكته متربية. وعامله احترام ليكوا. الله يخليك يا طب بنتي، اللي ربنا بتقوله يسعدك. ده عيب. عيب يا دهب، ما يصحش تقولي كده. مش انت بتقولي لها يعني هو ده اللي انت قدرتي عليه تقولوه لها؟ مش فاهمه يعني انتوا بجد فيكي ايه؟ انتوا غراب. انت عايزاها فيكي تعمل حاجة ايه؟ غريبة. انتوا انت غراب. عايزاها تعمل انتوا ايه؟ اللي غراب. لا انا عايزه اعرف اوصل لحضرتك، انت في حاجه لا مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه. انت عايزه تعملي ايه؟ يعني عايزاها تعملها ايه؟ فيا ايه مش مظبوط؟ في حاجه مش عاجباكي؟ انت ودهب مش عارفه يعني سيبيها دي عيله. أنا مش انت قلتي لا عيلة؟ هي ده مش عيله. لا عيله. لا 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 مش اه، عيله. لا عيلة. لا طالما لا موجوده عيله معانا. صغيره. انا لا. عيله. هي ايوه عيله صغيره. اسكت يا محمد. طب استاذي امضي انت حضرتك ونخلص من الحوار ده وبعدين وريني بعد نتكلم. اذنك الورقه دي، هاتها اشوفها. اتفضل امضي يا حضرتك. امضي على ايه؟ اقرار ايه؟ دي ورقه فاضيه. انا هامله حضرتك، انا هامله البيانات، انا هامله البيانات، وانا امضي على الورقه فاضيه هامله ازاي؟ الشبكه المهر الحاجات دي. اتفضل امضي حضرتك. لا هي تتملي وانا امضي عليها. انا هامله انا عشان ما نضيعش وقت. لا ما تضيعش وقت حضرتك، وقت شغلك أنا تملاها وتسيبها معاه وانا همضي لك عليها. حبيبي عشان ما نضيعش وقت. اديني تليفون. انا فاصل متاكد فاصل. بس. اشتغل ليه وكوبي بيست؟ انا بقول لك بس متاكد. ثانيه هات طيب التليفون بص اوريك امضي على حاجه. حضرتك والاستاذه ضامنه والبنت. طب وريني التليفون. وريني يلا التليفون يا بس. فندم. هقول لحضرتك على حاجه. يلا يا فندم. انت بتتدخلي برضو تاني؟ انا بكلم اخويا قال لك بقول هاتي لك ايه؟ التليفون، اديله التليفون وانت تليفوني ساكته. على فكره. يلا يا فندم. ده حضرتك تملاها وتسيبها لا معاه. انا مش مفيش وقت للكلام ده. احنا لا ما هو انت عندنا الوقت اكيد بتيجي بالظبط. البيت هنا تبات يعني وكل يعني حاجه ايه مش يعني؟ يعني مش حضرتك الوقت مش عامل مده لفتره الخطوبه. ايوه فترة الجواز بالظبط. قد ايه بقى؟ ايه بقى فتره الخطوبه؟ يعني ما تقلش عن حوالي 7 ايام مثلا، لان انا مرتبط بسفر حضرتك. الحكايه دي فيها حاجه في ان انا طب يا مسافر دوب، أنا حضرتك. أنزل، يا فندم. لا ما اقصدش في لا يا طنط كده- انت يا كده- فندم انا انت مسافر، انا مسافر، انا مسافر. بتغلطي كده يا يعني طنط. أنا أجيب بيتجوزوا ازاي؟ انا لا ما بستورد. قلناش أجيب نتجوز، واجب قلنا بقى. يا خطوبة. استاذه، الخطوبه ما انا بساله بقول له فتره الخطوبه يا أستاذة. قد ايه وبعدين يا نتجوز؟ استاذه، يا فترة استاذه، الخطوبة. انا بستورد قطع غير عجل من بره، فلازم اسافر كل شويه، لان باجر عجل للاطفال وحاجات كده. طب يعني هو لازم الجواز أسافر في كل خلال شوية. أسبوع؟ يجيب لك عجل. ايوه في اسبوع، في يعني خلال أسبوع. الخطوبه اسبوع. أسبوع. يعني انا جاي شنطه هدومي بس صح؟ نجيب لكم. شنطه هدومي بس. بعد اذنك طب امضي لي خلينا اخلص لان انا وقتي طب ما خلص. هعرف بس. وقتي خلص، اتفضل يا هجيب صباح. شنطه هدومي بس صح؟ يا يعني- فندم وقتي خلص، اتفضل امضي لي حضرتك. خلصني بقى. لا ما حضرتك املاها وانا همضي عليها. ما أنا مش تمضي فاهم أنا وخلاص، انتوا- في ايه؟ امضيها ازاي؟ ما ينفعش انت أمضي. ليه مقدمها؟ يعني انا اجيب لك ورقه دلوقتي ما تعرفيش ايه اللي فيها؟ إيه اللي فيها لا انتوا كده خلاص. عندي ورقه على إزاي؟ حضرتك لا انتوا كده خلاص. واخلي شكرا. المنفذ تمضي عليه. لا، لا ما شكرا يا بمضيش. فندم، شكرا. عشان برضه انا محتاج خلاص حاجات يا- اجيبها لك. هو انا اللي وأنا جايه كده. اتقدم الكلام ولا انتوا اللي انتهى جايين خلاص. تتقدموا؟ انتهى. خلاص انتهى يلا قوم. الكلام انتهى. اتفضلوا. شكرا يا فندم. الله يخليك. شكرا، شرفتونا قوي. الله يخليك. ربنا حد جاي كده من غير ما يمضي ومن غير اي حاجه، شرفتونا. يعني تمضوا على الاقل على جدا الشبكه جدا جدا. يعني طب في حاجه تاني ممكن تمضي عليها؟ طيب تعالي ثانيه واحده. تعالي ثانية واحدة. أستاذ ايه بقى يا الحاجه فندم. اللي امضي عليها؟ بعد أستاذ اذنك هقول لك زينب، حاجة ثانية تعالي واحدة. هتمضي على حاجه تاني بعد اذنك. ايه يعني. بس هقول لك ثانية انا بس واحدة هقول لك حاجة. هتمضي على حاجه تاني. تعالي دي واحده بعيده عن الموضوع حضرتي دوت. انك تذيعي الحلقة دي. هتجوز. انتوا نورتونا واحنا اسفين جدا ان احنا ضايقناكم.
معاكم؟ ازاي؟ لا بجد بامانه انا ولا اي حاجه ضايقتني. لا بجد انا بصي من الاول خالص الوضع كان يعني انا حاسه بحاجه. لا انا عندي احساس جامد قوي. طب ايه اكتر حاجه كان ممكن تضايقك؟ تضايقني ل7 ايام 7 ايام انا عمال اقول لو جبت لي هدومي والله يجوا ازاي الاثنين مع بعض مش عارفه. لا عشان بستورد قطع غير عجل حاجه اتمنع. عندي احساس بهتي عجلت لي عجل. ليه عادي دي حاجه حلوه بس انا قلت لها السيسي ركب عجله وهنا ايوه عادي معلش جيري كولا وفي هنا سيد للاطفال. انت ده يا روحي معلش. طيب احنا ممكن نقف هنا للكاميرا ونقول لها ان احنا موافقين ان احنا نذيع؟ موافقين ان احنا نذيع؟ موافقين. يا بخت من وفق راسين في الحلال ولقى نفسه في ورطة وعايز يتشال. ودي آخرة اللي يكون طيب ونيته صافية، ودي آخرة اللي في يوم يمشي ورا العيال. عايزة اتجوز امشي بكرامتك